السلام عليكم، معكم أسماء في مطبخ مع أسماء. هنعمل مع بعض النهاردة القراقيش بالعجوة أو المنين بالعجوة، زي ما انتوا بقى بتحبوا ان انتوا تسموه. هو نفس عجينة بالظبط القرص الطرية، تبقى مقرمشة من بره كده وطرية من جوه وحلوة قوي. جربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. وانا كده عملتها على شكلين، الشكل الاولاني اللي انتوا شفتوه، والشكل التاني ده اللي هو زي المنين بالعجوة كده. شايفين من جوه عاملة ازاي؟ طرية جدا من جوه زي الفينو، ومن بره كده مقرمشة شوية وحلوة قوي. بجد طعمها روعة، والوصفة جميلة جدا مع كوباية لبن بقى، مع كوباية شاي، مع كوباية نسكافيه، تمشي مع كل حاجة. هنخش بقى بينا على المقادير. معايا هنا 2 كيلو من الدقيق، وهنا هبدأ ان انا هجهز الخميرة. انا نخلت الدقيق وحطيت 2 كيلو. معايا هنا الخميرة انا مستخدمة خميرة بيرة. الخميرة البيرة بتبقى افضل في التخمير عن الخميرة الفورية. فحطيت معلقتين كبار من الخميرة البيرة، وحطيت عليهم معلقتين من السكر ونص كوباية لبن. هقلب بقى المكونات كويس جدا لحد لما الخميرة تدوب معايا في اللبن. طبعا انا مستخدمة لبن دافي عشان الخميرة والسكر يدوبوا معاكي اسرع. وهي ما بتاخدش، هنركنها بقى 5 دقايق كده. ومعايا بقى هنا السمنة على النار زي ما انتم شايفين كده، معايا قدحتها على النار زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة ان احنا نقدح السمنة على النار ونسيبها تاخد غلوتين كده، عشان خاطر ايه؟ المنين يقعد معاكي اطول فترة ممكنة، ما يجرالوش اي حاجة، ويبقى طعمه زي ما احنا اتفقنا كده حلو قوي ومقرمش من بره وطري من جوه. معايا هنا بقى الدقيق، حطيت عليه 3 معالق كبار من السكر او 4 معالق من السكر، وحطيت عليه 6 معالق سمسم. طبعا 2 كيلو دقيق، لو هتعملي كيلو دقيق نحط 3 معالق سمسم. هنعمل 2 كيلو دقيق نحط 6 معالق من السمسم. هقلب بقى السمسم مع الدقيق، وحطيت ذرة من الملح، يعني حطيت معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الملح. هبدأ هنا بقى 2 كيلو دقيق هياخدوا معايا كام سمنة وزيت؟ هياخدوا 2.5 كوباية من السمنة. انا حطيت 2 كوباية اهو، وهحط نص كوباية تاني، يبقى خدوا معايا 2.5 كوباية من السمنة، وهحط عليهم كمان 1 كوباية من الزيت. تمام، يبقى اخدوا معايا 3.5 كوبايات. ممكن تنصصي نصهم زيت ونصهم سمنة، ممكن تعملي زي ما انا عملت 2.5 كوباية من السمنة وكوباية واحدة بس من الزيت، وممكن بس ما يعملش تاني كده. يا اما نصصهم زيت وسمنه، لا اما نحط ايه الاغلبيه سمنه. هنا بقى هبدا ان انا ايه هبس العجينه. هحط بقى كوبايه الزيت اللي انا قلت لكم عليها. يبقى 2 كيلو دقيق اخدوا معايا 2.5 كوباية من السمنه وكوبايه زيت. مسكت بقى العجين بسيته كويس جدا. شايفين الخميره اختمرت معايا ازاي؟ انا سبتها بس 5 دقايق. عقبال ما بسيت الدقيق لقيت الخميره بقت معايا زي ما انتم شايفين كده. طبعا اهم حاجه، خطوه مهمه برضو، ان احنا نبس الدقيق مع السمنه والزيت كويس جدا لحد لما الدقيق يتشرب كل السمنه. هبدا بقى احط كوبايه لبن، كوبايه بكوبايه. اخدوا معايا 2 كيلو دقيق 6.5 كوبايات من اللبن. اخدوا معايا 6.5 كوبايات من اللبن، نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها السمنه. حطيت بقى كوبايه. شايفين بقى هنا حطيت 6.5 كوبايات. شايفين العجينه بدات تلزق معايا في ايدي كده، والدقيق اختفى معايا. هبدا بقى هعجن في العجينه لحد لما زي ما انتم شايفين كده معايا تنضف معايا وما تلزقش في ايديا. زي ما انتم شايفين كده بحط ايدي فيها والعجينه ما تلزقش معايا. طبعا عجنت فيها بتاع 5 دقايق، وكانت الايه العجينه معايا زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بقى لمده ساعه تختمر، ساعه حلوه قوي او ساعه ونص بالكتير، ونبدا ايه نشكل معانا. وهنا بقى كان بعد ما عدى عليها ساعة ونص زي ما انتوا شايفين كده ملت الحلة معايا، وكانت مختمرة وحلوة قوي. هبدأ ان انا هرجع العجينة تاني زي ما هي.
اخدت معايا بقى قطعة من العجينة وفردتها زي ما انتوا شفتوا معايا كده بالنشابة، واخد بقى قطعة من العجوة واحطها بين كيسين عشان ابدأ افردها كويس. هفردها بقى على قد ما اقدر من الطول والعرض زي الايه العجينة اللي انا فردتها. هشيل اول كيس من على العجوة، وبعدين هبدأ طبعا ان انا احط العجوة معايا على العجينة، وهشيل الكيس بالراحة كده خالص. تمام. وهشيل بقى اي زيادات من العجينة من على الجناب، وهبدأ ان انا هلفها رول عشان اطلع الشكل معايا اللي انتوا شفتوه، الشكل الاولاني اللي هو شكل الرول ده. هقفل بقى من على الجناب كده، وهظبط العجينة كويس جدا، وبعد كده هبدأ اقطعها وارصها في الصينية. وهنا اخدت قطعة تاني من العجين فردتها برضو، وهاخد قطعة من نفس اللي عملته في المرة الاولانية، واخد قطعة من العجوة، وهبدأ ان انا هفردها بين الكيسين وهحطها على العجينة. يا ريت بقى تكون الفكرة كده وضحت معاكم، اللي هو الشكل اللي على شكل رول ده. هبدأ بقى هرص هنا في الصينية، وهنخش بقى على الشكل التاني اللي احنا عملناه اللي هو شكل المنين. شكل المنين بقى هاخد قطعة من العجينة وهفردها زي ما انتم شايفين كده معايا، وهحط العجوة في النص بالطول كده، باخد بالمعلقة وانزلها بالسكينة، وابدأ بقى ان انا هلف العجينة على العجوة. تمام. وهقفل من فوق ومن تحت كده، وهبدأ بقى ان انا بايديا. عايزه اقول لكم العجينه طريه جدا معايا وحلوه قوي، يعني بتشكل معاكي بسهوله ومش بتغلبك ولا اي حاجه. هظبط بقى العجينه، وهبدا ان انا هضغط عليها بكفه ايديا، وهقطعها بالسكينه، وهرص بقى معايا في الصاج. هدهن بقى، بسيب طبعا العجينه تختمر بعد ما نقطعها، بسيبها تختمر على الاقل ربع ساعه، من ربع لنص ساعه لازم اسيبها تختمر قبل ما ادخلها الفرن، عشان تديني النتيجه الطريه والهشه قوي والحلوه قوي من جوه. هنا دهنت الوش باللبن وحطيت عليه شويه من السمسم. بدهن الوش كده من اللبن، ممكن نحط شويه سمسم، ده اختياري، وممكن منحطش. بدخلها الفرن على درجه حراره من 180، وتاخد حوالي من 10 دقايق ل 12 دقيقه، يعني ما بتاخدش وقت قوي في النار، ربع ساعه بالكتير، وبتلاقيها استوت معاكي من فوق ومن تحت، وبتبقى كل حاجه تمام.
يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تجربوها ان شاء الله تعجبكم. والمقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف لو حابين تشوفوها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو لو عجبك الفيديو. ما تنسوش كمان لو لسه اول مره تشوفي القناه تعملي اشتراك في القناه وتفعلي الجرس بالكل عشان يوصلك كل فيديو ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.